طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وبعد. والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دقيقتين حقات الشير برضو سريعات كده، معلش عفوا. و دقيقتين حقات الشير سريعات كده، بعد ذاك نتكلم سريع كده. و كلامنا بقى قدر المواضيع ما كتير، الموضوع كله نقطتين بس، لكن ده الشير بقى تعبان يا اخوانا. كلام بلا الطراحة، شير ما حق اكتوبر دي الشير بتاعها براوي يا اخوانا. أه ما زي الشهور اللي فاتت، يعني زي الشهور الزمان دي كان الناس متذكرين زمان واللي لسه متمسكين بيه زمان، واحلام زمان ديل شيرهم مختلف. يعني الشير بتاع عسي ما زي الشير بتاع زمان. ما أنا يعني ال... خلاص يا اخوانا انتهينا من الشير، نخش في المفيد طوالي. طيب، اول حاجه الموضوع بتاع القائمه ده قلنا كلامنا فيه، لكن نعيد الملخص بتاعه سريع. لانه الليله او الايام دي، الليله تحديدا، يعني بالذات يوم الليله وكل ما يقرب 21 اكتوبر قلنا حتشوفوا الفرفرات والحاجات تكتر، تمام. والصوره بتوضح للناس المفتحين الصوره، يعني 21 اكتوبر ده قبل ما يجي في صور كثيره حتوضح للناس، فالناس تركز. كداسي الشغل الشاغل الليله السودان كله، بالذات الحكومه، بالذات حمدوك، مركزين مع ترامب. حسيت بالحكومه كده والجداد بتاع قحط اللام الليله بالذات، يعني كلهم كده ناس الحكومه بيحمدوكم كده محصورين، بيقول زي الشافع اللي بيكون يعني راجي امه معاه ضيوف كده، وراجي الضيوف ده بس 200 كده يمرقوا عشان يمشي يطق الكرته، الناس اللي بيعرفوا الكرته. فحمدوك بقى زي الشفع ديل، والحكومه كلها بقت زي الشفع ديل. شافع بس راجي 200 الضيوف ديل يطلعوا. يا جماعه الخير، يا اخي الزول ده ما فاضي لكم، واضح. يعني ما شنو السودان كله مصيره بقى على تغريده وسينه رفعونا، يعني شلون رفعونا ولا خدتونا؟ ما سالنا السؤال ده امس ولا اول قبله، حنساله ثاني ما في مشكله، تمام. لما انت جاوبوا لنا عليه وحنساله ثاني، حنستفيد شنو من ربع السودان من قائمه الدول الرابعه؟ فهموا الشعب السوداني، فهموا الفائده شنو من الموضوع ده. اي اثر ما اقتصادي الفتره الجايه دي احنا ما دايرين نجاته، واي علاقه خارجيه. طب هذا رايي، يعني عشان الناس كثير مرات يقول لك رايك في كده ما واضح، رايك في كده ما واضح. شفتوا التطبيع والعلاقات الخارجيه وغيره وغيره. انا سؤالي فيها واحد، مصلحتنا شنو؟ مصلحتهم شنو؟ يعني ما ممكن الناس تتناقش في موضوع بشكل مبدئي انه اي ولا، وما في زول ذاته يتناقش في التفاصيل انه والله كده لو رفعونا بيحصل شنو، وهم كانوا محاصريننا كان حاصل شنو، لو خدتونا بيحصل شنو، عشان نشوف كم التنازلات اللي احنا حنقدمه وكم التعويضات اللي حندفعه والعائد اللي بيجينا بعد ذاك. نعمل الموازنه ونشوف الخير في شنو، يعني المصلحه العامه، بس مش نقعد ندفع وندي وندنقر وكده. فهسه الشفع بتاع انقحت ده بيش شافع الطفل المعجزه بتاعهم اللي صحى من النوم فجاه لقى روح رئيس وزراء ده، كلهم الان وضعهم منتظرين الخالات ده اللي يفضوا لهم. عفوا، يعني الخالات دي لو في زول محب لترامب او جو بايدن ما مقصود بها اساءة يعني، لكن عموما كبارات السياسه يعني. الليله ترامب شغله كله مركز مع الزول الثاني ده اللي هو بايدن، والسودان كله مركز مع ترامب. انا اقول لك حاجه، هنا الخيارين، يا رفعونا يا ما رفعونا. طيب ما رفعونا، ترامب احسن له طبعا سياسيا، كويس. وان كان ترامب ما زول سياسي، يعني هو السياسه في امريكا الزول الواجهه ده ما بيكون هو السياسي، بيكون وراه في مستشارين سياسيين اقتصاديين، وبيكون وراه لوبيهات. دي السياسه في العالم الاول كله كده، يعني ما في سياسيين شفتوا في النص، السياسيين رايحين في النص، لكن للعرب كده في سياسيين، ولا الفوق بيكون في سياسيين تحت، وفي
مجموعه بتاع لوبيات، هي اللي بتدعم، هي اللي بتاخذ، هي اللي بتقرر، هي اللي بتدفع، هي اللي بتقوم بالحمله الانتخابيه وكده، هي اللي بتوريه يقول شنو ويرفع ذات السودان 200 من القائمه او ما يرفع. فاللي حيرفع السودان اصلا هو ما ترامب حيديك الخبر. طيب في ظروف زي دي عشان نحسبها بمنطقيه، حتى ده لو ما رفعونا، طيب في الظروف دي القرار ده لو صدر سلاح ذو حدين بالنسبه لترامب، ده اللي بيخليهم مترددين. يعني ممكن الديمقراطيين هم الاقرب للقرار ده، الجمهوريين ما اقرب له، هم اللي خدوك في القائمه دي، وديك اللي ممكن يرفعوك اللي هو جو بايدن. طيب نفترض انه خلونا قاعدين كده، ما رفعونا الموضوع خلاص. هما في الانتخابات دي قلت لك يا اخي موضوع التطبيع بتاع الامارات ده كله مع اسرائيل كله عباره عن جزء من الحمله الانتخابيه بتاع ترامب. فرفع القرار في الظروف دي الفائده شنو؟ الرأي العام الامريكي دافع الضرائب رايهم شنو؟ في السودان في علاقته بالارهاب، هل حيكونوا راضين على القرار؟ ما راضين. لو لقوا الموضوع ممكن يخسرهم صوت واحد ممكن يرفعوك، يعني يخلوك. لقوا ممكن يكسبهم صوت حيرفعوك. فالرفع عدم الرفع للحكومه في اللام تحديدا بس عباره عن موازنه حتتم هناك في الكواليس حقت البيت الابيض، ما في الترابيزه اللي قدام انت مش تقعد فيها حمدوك، ورا في الكواليس بتكون في حسابات انه الان في الانتخابات دي كويس، والانتخابات على الابواب. لو رفعنا السودان ممكن اصوات تحصل لنا فيها شنو، ولو ما رفعناه يعني انت حتكسب السودانيين كلهم كم، يعني عندهم جنسيه حيصوتوا كم مثلا، وحتخسر كم من المتطرفين الشايفين السودان، حيحسبوها لك كده ورقه وقلم، ورقه وقلم، تمام. حتى بعد ذاك يقوموا يعني يقرروا في حقك. فما ده ما انتصار، الكلام ده لو حصل وباعتباره في انتصار جاي لترامب، لو ما حصل في هزيمه حتجيه لو اتخذ القرار، وفي انتصار حيجيه لو ما اتخذ القرار. فافهموا يا عالم قحط، افهموا الايام الزي دي ما فيها تنازلات. الايام الزي دي شفتها زي الزول الدار يشتري ايام العيد، والزول دار يشتري ملابس يوم التاسوعه، كويس. الشغل بيكون غالي جدا والتكلفه بتكون عاليه جدا. فلما تشتري بدري اشتري بدري، او تشتري بعد السوق. لكن في ايام في السوق الشراء فيها بيكون غالي جدا ومكلف جدا ومرهق جدا. دي المفاوضات في الايام الزي دي. الكلام ده كان ممكن تبدو قبل الانتخابات بتاعت ترامب وتوريه انت ممكن تقدموا شنو، ممكن تفيدوا في انتخاباته بشنو، ممكن تعمل شنو. ده السياسيين الخلف حمدوك، ده شغلهم هم. زي ما هناك السياسيين الخلف ترامب هم اللي بيشتغلوا الشغل ده. فانت مفترض تكون وصلتهم هم لقناعه انه عندكم مصلحه في روع السودان من قائد الدور، مش انت مصلحتك شنو. الكلام ده خلنا معلش هو معقد، لكن حمدوك ذات الله اعلم. لان الناس لو قلت لك الكلام ده انا متخيل لو كنت قاعد قدامه وقلت الكلام ده حيقوم طالع يقول لي والله صح الثوره عظيمه والشعب عظيم والكلام ده سمح جدا وعظيم جدا وسنعبر وننتصر. ما حيكون ذاته فاهمك بتقول في شنو. القرار ده ما وقته بالنسبه للامريكان، اذا اتخذوه او ما اتخذوه. واذا اتخذوه تاكدوا انه ورا الاتخاذ ده في تكلفه عاليه جدا اتقدرت من الحكومه. لانه الايام دي في امريكا يا اخوان، الايام دي في امريكا القطب الاوحد في النظام العالمي الجديد. في امريكا ده ايام السوق، ده المولد بتاع السياسه حقهم، ده ايام السوق. يعني انت لو مفتح ذات شفت، لو مفتح جدا 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 جدا، ولو ضامن لو ما 21 اكتوبر الجايه دي كويس، عارف كان ممكن تعمل شنو حمدك؟ كان ممكن انت تشتغل على المرشح الثاني. لانه كده يعني مثلا كده انت ذاتك مفترض يكون عندك شغل الان في الايام زي دي. يعني مفترض حكومتك تكون قاعده يعني مراقبه الانتخابات الامريكيه دي، ويكون عندك في مكتبك جوا المستشارين ده حددوا لك منو اللي حيفوز. انا الان ما عارف لانه ما متابع شيء، يعني بخش صفحه ترامب مره بخش مره جاي، ما قاعد نخش كثير. لكن انت مفترض ما انت ناسك يكونوا عارفين. يعني في اللحظه دي لو قلت لهم احتمال فوز ترامب جو بايدن كم في المية، يدوك لا طوالي، وبعد ساعة لو سألتهم يكون في تحديث إنه والله النسبة زادت ولا نقصت بعد ساعة. ليه؟ عشان أنت هسه في الانتخابات دي أنت عارف لو رسلت رسالة تأييد بس لبايدن قبل ما يفوز، وأنت خلاص عارف إنه 90% حيفوز، هي مخاطرة. لكن أنت تكون بنت علاقة ل5 سنوات 4 سنوات قادمات، بتكون رتبت لشغلك الجاي. ترامب هو اللي حيفوز يعني تركيزك ذاته ما يبقى على القرار، لانه القرار ده لو ما عجب ديك وفازوا حيجي بيبين لك انت اول حاجه، بيبين لك ويبين لك صندك حيكون تبلوا يا غالي وكده يعني. معلش على الاطاله في المقدمه دي، لكن الموضوع ده ما كبير وما خطير يا اخوان انه يرفعوا السودان او ما يرفعوا. والحصار او اعتبار السودان من الدول الراعيه للارهاب ما اضر كثير بالمناسبه. لانه زي ما تكلمت قبل كده عن العزله اللي حصلت في رواندا، اللي حصلت في اليابان،
موزمبيق، الدول اللي اتقفلت كلها نجحت بعد القفله. فالسودان ده كان مقفول، بس الناس اللي كانوا جوا الكيزان ما كانوا قادرين يتصرفوا صح، كانوا شغالين رزق اليوم باليوم ونجحوا في رزق اليوم باليوم دي، نجحوا لحد ال 30 سنه. لكن ال 30 سنه دي لو كانوا شغالين بنظام العزله 30 سنه، السودان كان بقى دوله عظمى. كويس؟ ليه الشعارات الحق اللي رفعوها بالمناسبه كانت سمحه جدا، بتاعت ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وغيره، هي ما اتطبقت بعد ذاك للفساد اللي بدا من 93 وانت جاي. لكن الشعارات الاولى اللي اترفعت ديك بالمناسبه كانت شعارات حيه وشعارات حقيقيه، وكان مفترض يعني لو لقت ناس صادقين واصلوا فيها، دي كانت شعارات العزله اللي هي بتاعت دار تاكل براك، دار تشرب براك، دار تعرف الكلام ده اللي كنا بنقول فيه. اسمه مين اللهم صل على محمد، اسمه منو يا اخي الولد البرميل ده؟ مدني عباس. كنا بنقول له يا مدني كثير يعني ما مره ما اثنين، في انه يا اخي انت ممكن تساعد جدا في الدولار ده يزيد ولا ينزل من خلال قرارات بس في الصادر والوارد، شنو اللي يدخل البلد، شنو اللي يمرق من البلد، يمرق كيف، يدخل كيف، وكيف ممكن توفر الدولار للزول الماشي يستورد ذاته، تشجعه على انه هو يتحول لمصدر. يعني ما اي تاجر يكون شايل دولار في جيبه وماشي داير يجيب تلفونات، ماشي اي زول داير يحول عمله برا عشان يمشي يجيب بضاعه. منو انت منو يعني الزول اللي قاعد يحول لك بضاعه من السودان ده، انت اشتغلت عليه وشنو سويت له وشنو سهلت له وشنو قدمت له وشنو، عشان هو ده الزول الحقيقي اللي بيوفر لك الدولار في الدوله. كويس؟ المكافحه دي ما شغل مدن عباس، لكن لو ضغط مع الداخليه واشتغل ورتب ممكن يوقف الحدود دي، وممكن يعني في شغل ما عنده علاقه بفرنسا وامريكا بدخل لك ال 60 مليون دولار دي في يومين. في يومين يعني احنا بيطلع كم مليون دولار في السودان يوميا عشان يجيب لي حاجات لسوق ام درمان، عشان يجيب لي حاجات لشغل بتاع كريمات وما عارف العوض فارش شنو في بلد عندها مشكله ما قادره توفر الدولار للدواء. ففي مشكله. الكلام ده شغل مدني عباس مدني، شغله مركز لي مع الرغيف. يعني نمشي من اكرم كان وزير الكورونا نجيب مدني عباس وزير الرغيف، وحمدوك الرئيس الزول قاعد ساي. يعني منو الوزير اللي شغال لنا شغله هسه عشان يقوم يعبر بينا قدام، يمشي بينا خطوات قدام عشان نجي بعد ذاك نشرح له شغل التعاطي مع الانتخابات الامريكيه. انا اتكلم معك مع زول في بلده جوا ما قادر يتصرف، يطلع قرار بس قرار كده واحد تحس بانه هو قاعد ودرسه وفكر فيه وحسب، خليه يقعد يحسب لي الانتخابات الامريكيه. انا بتاسف لانه زي بقول في كلام لقحت، وقحت هي لسه ما قادره زي الزول اللي يعني انت بتوصفي والله يا اخي كاس العالم القوانين كده والجمهور وبتاع، وهو ما قادر يصعد من دور 64 من التمهيدي، ما قادر يتحرك في التمهيدي، بيجي فوق الطيش وبنضرب 6-0. فده ما ممكن. يعني انا حاسس انه اتكلم عن كيفيه التعامل مع انتخابات في دول العالم الاول بتحس بانه زي بتتكلم مع زول بيلعب في السنتر ليج بتاع الدرجه الثالثه، بتوصف فيه والله كاس العالم ده بيلعبوا فيه كيف، لانه انتخابات امريكيه دي كاس العالم، كاس العالم. لكن لا نحن لا قرار في لحظته، لانه فلان قال لفلان اللي هي فلانه شايفه كده، وتدق الترابيزه وتطرد الزول الجايب مشروع ممكن يطور ويمشي بك قدام. فالحمد لله غايته هي ما حكومه نشطاء. انا افتكر انه في اساءه للنشطاء لما يقولوا حكومه النشطاء ذات، لانه النشطاء نحن بنعرفهم فيهم جزء واعي ومدرك جدا للي بيحصل في السودان واللي كان ممكن يحصل. فما ترجو كثير، والخالات ديل بعد يفضوا نحن بنكون دخلنا في 21 اكتوبر. طيب نفس الاسئله، نفس الكلام، نفس الاشاعات، ما في جديد. انا كنت اتوقع الليله يرفعون، وبالمناسبه انا بس مسكت الجزئيه الاولى حقت انه لو ما رفعونا. طيب لو رفعونا، السؤال الواحد اللي ما داير اكتر فيه، بيحصل لنا شنو بعد ذاك؟ ما كده وريني لو رفعونا انتوا حتشيلونا من صف الرغيف، ثاني يوم حيكون في رغيف. لو رفعونا من قائمه الدول الراعي للارهاب دي، ثاني يوم صفوف، ما ثاني يوم، ثاني شهر، ثاني سنه حتكونوا حليتوا ازمه الوقود والدولار وغيره. ورونا يعني رفع السودان ده مقابله اقتصاديا وامنيا للمواطن في معاشه في اكله. كده بيحصل شنو؟ يعني انا داير اجابه مباشره بس كده، والله رفعونا بيحصل لنا في الطقه كده، التشوم الشعب السوداني ما قادر يتشوم ده بيحصل له شنو؟ طوالي مباشره. المستشفيات الصيدليات الفاضيه بيحصل شنو؟ حسابات وريني. هيدوك كم شركه بتاعت دواء، هيدوك كم مصنع بتاع دواء، هيدوك كم دولار، ورونا بيدوك كم باخره بتاعت قمح، ورينا بيدوك كم باخره بتاعت وقود، ورونا لازم نفهم، عشان ما زول يكون بس راجلي حيرفعونه وبعد ما يرفعوك على عشاء لبن، وبعد ما يرفعوك قول رفعوك، وبعد ما يرفعوك ما انت اول ما جيت في اول شهر طلع القرار بتاع رفع الحصار الاقتصادي على السودان. ما هن قرارين، اعتبار السودان واحده من الدول الراعيه للارهاب.
لما انت مسكت الدولار كان ب 60. لما صدر القرار بتاع انه رفع الحصار الاقتصادي عن السودان، زاد الدولار طوالي قفز من الكم 80. الوقت ذاك الدولار كم 80، انت مسكت كم 60، القرار صدر كم 80، الدولار قفز طوالي الكم 90. قفز طوالي كم 90. بيحصل شنو بعد ذاك؟ ولاسي ما نزل ثاني. يا اخواننا اي تاثير ما اقتصادي ما بياثر على معاش الناس زين، انا عندي ما نافع. الشغل اللي حيشيل حمدوك بعدين ويحول لرجل سلام ويحول لرجل يمشي الامم المتحده، وده حلم اللي قلت لكم زمان بيحلم بيه ويمشي يقعد في محل اسمه مين هنا ذاته. الامم المتحده ذاتها ما شغاله حاجه يا حمدوك، الامم المتحده ذاتها ما شغاله حاجه. بالتاريخ ده ما وقته هسه نقعد نتكلم في هيئه الامم من تاسيسها لحد الليله، والحروبات اللي حصلت في عهدها وتدخلاتها كانت شنو، ومحكمه لاهاي لحد الليله ما حاربت ما حكمت غير افارقه. يعني كله هسه بالمناسبه المراه الحايمه الايام دي في السودان اي صحيح من اصول افريقيه، لكن المحكمه ذاتها في السياق العام في تاريخ المحكمه ذاته في البورد بتاع المحكمه دي في كم قضيه افريقيه وكم قضيه اوروبيه. تلقى قضيه اوروبيه واحده متعلقه بحرب البوسنه والهرسك، وتلقى عشرات القضايا في افريقيا. كويس؟ مع انه اخواننا في انتهاكات حصلت من امريكا ذاتها في العراق، وفي انتهاكات حصلت في افغانستان، في انتهاكات حصلت منهم هم ذاتهم. عشان كده في حاجه اسمها الارهاب والارهاب المضاد. يعني العالم ده لازم تتعامل معاه وشفته بتقيف على بعد متر من كل الدول او في حضن كل الدول، لكن ما تقعد تقرب من ده وتبعد من ده. هل انت مقرب منهم دول ذاتهم متورطين في جرائم متعلقه بحقوق الانسان ومتعلقه بغيره، لكن ما بيسالوهم ليه؟ لانهم مروا الاجنده الامريكيه. خليك من امريكا وغيره انتهاكاتها، في الدول العربيه دي في انتهاكات لكن ما بيتكلموا عنها. بيتكلموا عن انتهاكات السودان ما حبا في السودان، لانه السودان لسه ما سيطروا عليه كويس. ده شفت التركيع ده انا مؤمن به جدا، ولا يعني عشان ما تقولوا زول مهووس ولا عندي عداء مع دوله ولا غيره، لكن فاهم انه العالم ده البقاء للاقوى، ما الاقوى الاشفت. عديل شفت انت ما شفت ما بتاكل عيش مع الناس دي كويس، ما تقعد تسوي لي حقدم لك تنازلات وتعمل لي شغل المثاليين وبتاع. ما عندهم زيك هاجي عملتها البلد دي مثليه كلها عندهم ما بس مصلحتهم الهسي ممكن تبقى مع طالبان اللي بدوا يطبعوا معاه، يعني مصلحتهم هم مصلحتهم. عشان نلخص الكلام ده للزول اللي ما فهم، هم مصلحتهم انت مصلحتك انتهى. هم مصلحتهم انت مصلحتك شنو بس. ما تاخد تجاري ورا الناس يا اخي زي الشفع، جارين من هنا لهنا وتحنسوا بده وتحنسوا بده وتركعوا لده. يا اخي اشتغلوا البلد دي زراعه صناعه في شغل داخلي في السودان بالمناسبه. يعني لو اشتغلتوه العالم ممكن كان يركز معاكم افضل. ودول في تجارب في تجارب يا اخواننا غير السودان. انت الثوره دي اول ما سقطت مفترض طوالي تقرا التاريخ القريب والبعيد المعاصر حصل شنو. الدول نهضت دي نهضت كيف يا اخي. ان شاء الله بدل تجيب لك انت جاب لك مستشارين شله بتاعت مستشارين الواحد فيهم ما يقدر يكتب جملتين فوق بعض. ده المستشارين تعرف كم ممكن وقت اصلا انت تجيب مستشارين من برا. ده يجيب مستشار اريتري لا تجيب مستشار من ماليزيا شارك في النهضه بتاعت ماليزيا، تجيب مستشار من اليابان، تجيب مستشار من افريقيا الدول النهضت. مستشارين ذاتهم مش ما شرط يكونوا سودانيين، لكن شرط يكونوا مفيدين، مش جايين هم ذاتهم من مخابرات عندهم اجنده عايزين يشتغلوها في الموضوع بتاع سد النهضه وغيره. يعني يبقى السودان ده كله عباره عن سد النهضه ومنابر السودان، الباقي هم سيطروا عليه اصلا. طيب يا اخوانا 21 نلخص عشان نجي للشغل الاخير. زي ما قلنا حاليا خلاص هم اللي سووا الداري يسووا، لكن انا بقول للشباب تحديدا للثوار تحديدا للناس الطالعين في اكتوبر ما تشتغلوا لي برفعون وما رفعون. نحن اللي حنرفعكم نجيكم فوق وندقوا بكم الوضع. لو ديك رفعوكم ولا ما رفعوكم بتكونوا جاهزين. نحن ما حنرفعكم حندقوا بكم الوضع، بس ما رفعوكم نحن اللي بيرفعكم. انتوا مش دارين الرفع ده ان شاء الله يا قوى الحريه والتغيير انتوا والمجلس الانقلابي اللي معاكم ده هتترفعوا الرفع باذن الله تعالى. ما حصل في التاريخ ذاته يوم 21 اكتوبر الهسه دي وبعدها وده الكلام المهم يا اخوانا. الكلام المهم ما 21 اكتوبر بالمناسبه، الكلام المهم بعد اكتوبر. هل هي زعلوا بتروح؟ هل هو موكب خرمانين لموكب بس الناس لانه طولوا من المواكب شديد من 30 يونيو؟ لازم يكون في سؤال يا اخوانا حطالعين له شنو ذاته عشان حنطلع له ده. هل هو بس موكب خلاص؟ يعني موكب اسمه 21 اكتوبر احياء الذكرى بتاعت 21 اكتوبر الثوره. الناس اللي ما عارفينها الثوره اللي اطاحت بعبود اللي جابته الاحزاب. شفتوا التاريخ ده بالكربون. الاسي العسكر ده جابهم لكم الاحزاب.
بالتفاوض الني بتاعهم اللي حصل في القياده في القصر الجمهوري ده. حتى بعد ذاك الشغل اللي تم في اديس جاهم جاهز. تمام. فيبقى 64 اكتوبر 64 ما جات، ما انقلاب، ما انقلاب يا اخوانا، ما انقلاب. المساله دي انا مزعجه جدا لما يقول لك انقلاب. انقلاب نوفمبر 58 عبود ما جاب انقلاب يا اخوانا، عبود جاب تسليم وتسلم. عبود حتى ما جاب تفاوض، عبود ما جاب حدث، عبود ما ركب دبابه عمل انقلاب. عبود جو سلموا لها الاحزاب، فشلوا في اول 3 سنوات، فشلوا بعد عنبر جود وغيره وغيره جرائم اللي ارتكبوها في ال3 سنه او في سنتين من 56 ل 58. واول جريمه تكلمنا عنها قلنا عنبر جوده، لو فيكم زول متذكر الله يفرض تكلمنا فيه عن التاريخ بتاع عنبر جوده في يوم الذكرى بتاعتها، انه في ظل اول حكومه ديمقراطيه في تاريخ السودان حصلت اباده جماعيه للمزارعين في جنوب النيل الابيض. اباده عديله حصل، اباده جماعيه بالمناسبه، اباده جماعيه عديل خدتهم في الهانكر داك 300 نفر، ما في نفس، ما في مسمار فاتح، ما في قد في الهنايه للصباح. الناس دي ماتت متضان من 300 نفر نجوا 4 انفار. ده اول انجاز للديمقراطيه في السودان. من 300 مزارع نجوا 4 مزارعين، الباقيين دول كلهم ماتوا جوا العنبر. دي قصه عنبر جوده اللي بيتكلم عنه الناس في حكومه الديمقراطيه الاولى اللي فشلت. وبعد ذاك براها شفت في القانون بيقول لك من تلقاء نفسي، الاحزاب من تلقاء نفسها سلمت الحكومه لعبود. بعد ذاك قعدت فتره ومشوا الفنادق ونفس اللي حصل لفوا برا وشنو واشتاقوا للحكومه، هفت للنخبه دي انه نحن ما طولنا ما حكمنا يعني. مشوا الانجليز قعدنا فيها شويه فكنا لعبود ياخذ حكومتنا، قعدوا يشتغلوا في عبود. بتذكر زياده كانت، بتذكر دي طبعا حلوه، كان الزول كان حاضر يعني 64. لكن على ما اذكر في قراءاتنا للتاريخ انه الثورات اللي طلعت ضد عبود كانت زياده قريش الشارع ده كله طلعوا ما عارف شنو الصابونه من ما عارف. بيحكي لنا الوالد يعني حصلت زياده كده زي سنت في الازعار. الناس ضجت ومرقت وغيره وبتاع، واستغلت غبن الشارع وحركت النقابات واسقطت عبود. وجاء بعد ذاك ثاني، بعد عبود ثاني جاء الصادق، جاء المحجوب، وبعد ذاك جو رشحوا الصادق من داخل الحزب وكان عمره 29 سنه، وشالوا المحجوب وجابوا الصادق رئيس وزراء. وطلع المحجوب يبكي قال لقد استبدلوا سيف الفولاذي بسيف من خشب. ده لما جابوا الصادق المهدي، ولقيت ذاك عمره بالقانون ما تم 30، تم له بشهاده مزوره وخدته بدل المحجوب. وبقى المحجوب بكيته الشهيره ومقولته الشهيره، وقعدت المقوله وقعد الصادق ومشى الصادق وجا النميري ونفس المسلسل. بس النميري جاب انقلاب يعني كده قاعد اكثر لانه كان حريص على. حتى عبود بالمناسبه في ثوره اكتوبر ما قتلوا ناس، ماتوا ناس ما بتعليمات من عبود. عبود لما طلع فوق في القصر بعين قال لهم ده شو، قال ده كلهم ما دارين، قال لهم اذا ده كلهم ما دارين انا ذاتي ما داير ابقى رئيس. ومرق فاد عبود. دي ثوره اكتوبر طالع لها بعد بكره، ما بتشبه قحط ولا والله شفتوا كل الحكومات دي يعني سبحان الله. زي ما قاعد اقول لكم نحن الشعب الوحيد في العالم اللي بيقولوا امبارح حقنا كان حلو شديد، كان طاعم جدا جدا. نحن زمان كنا المرة زمان شعرها كان طوال، اي زول زمان كان بيجي الاول في المدرسه، اي زول كان لعاب في الكوره، الجنيه كان بكم، ملح الخضره كان بكم، الرغيفه كانت بكم. حتى في الثوره بيقول الناس يقول لك والله يا مدني لما انت احتجيت على شوال السكر لما كان بكم، وهسه والله صراحه انا ذاتي ما اعرف شوال السكر بكم. نحن الشعب الوحيد في العالم اللي بيغني على ماضيه وعلى تاريخه. نحن جدودنا زمان وصونا ولا اشتغلنا بالوصيه ولا بتاع، ما تقول لي وصونا على الوطن. ما في زول شغال بالوصيه الا الشباب الاسا طالعين يوم 21 اكتوبر. ديل بالنسبه لي حافظين الوصيه، ديل لسه حافظين للعهود وحافظين للوصيه. يعني ما في الحافظ منو الناس دي؟ الحافظ الله. الناس دي انشغلت البلد دي في اتفاقيه بتحصل. انا والله لا انتقص من قدر الفنانات يعني، هم لهم جمهور ومتابعين ومناهزهم، لكن لا يمكن اتفاقيه الصلح ما بين فلان الهنائيه ومع فلان البتاعيه واخونا الفلاني، والصوره تكون بالله العظيم الصوره طلعت بين حمدوك وعبد العزيز حلو في اديس، ما لقت الرواج اللي لقته اتفاقيه الصلح بين الاثنين ديل اللي هم ديل ذاتهم اشتغلوا شغل صالح الميسر العسكري كباشي كلبه ميته حميتين على الطلع. وده الغنى حقهم اللي بيمرروا فيه عليك وانت ما حاسس وانت مستلب وانت بتنطط مع الازمه وانت ما عارف ذاته سايقك منه. يقول لك سايقه صلاح، ما سايقه صلاح، سايق لنا اسياد صلاح ذاته ما سايق اي حاجه، سايق لنا اسيادهم الان وبيشتغلوا لهم بيفكروا لهم وبنفذوا لهم اسيادهم وناجحين جدا في الكلام ده وماشيين صح. للاسف نحن اللي لسه فينا ماشيين غلط. نحن اللي لسه فينا ناس يقول لك والله 21 اكتوبر دي حقت الكيزان. نحن فينا ناس لسه ما كانت الكيزان راكبه فيهم.
يا اخي اقول لكم حاجه، شوفوا يا شباب، 21 اكتوبر شفتوا من الا من ابى عشان نقفل الباب، عشان ما اقول لك داعي الله منه. الداعي يمرق فيها كله يمرق، الحاسب بالظلم كله يطلع، والحاسب بالغلط كله يطلع، الزعلان من القراي يطلع، والزعلان من نصر الدين يطلع، والزعلان من حمدوك يطلع، والزعلان من مدن عباس يطلع، والزعلان من حميدتي يطلع، والزعلان من نانا يطلع، والزعلان من برهان يطلع، والزعلان من روحه برضه يطلع. الناس كلها تطلع. المشكله الشارع ده شفتوا دع عليها منو دي، ما عندكم مع شغله. عفوا ما عندكم مع شغله دي للجماعه التانيين اللي بيقولوا طالعين كيزان. كيزان شنو يا اخوي؟ الكيزان لما يطلعوا قاعد يطلعوا عديل ما احنا واجعنا شنو؟ ما احنا الحارق فشفاشنا شنو؟ الكيزان بيطلعوا عديل، بيطلعوا بيتكلموا ويقول لك احنا طالعين موكب وماشيين اخي ده ما احنا في الكيزان قاعدين متجدعين في البلد. الكيزان انتوا ذاتكم كيزان شنو؟ الكيزان الداعي الكيزان منو مسي؟ انتوا بتخوفونا بالكيزان. احنا تاني يعني هسي معقول الشعب السوداني في زول عاقل وتلقى زول كاتب له مقال بالله العظيم اطول من برهان كويس، وكلامه اكثر من حمدوك، فهمه اكثر من فهم حمدوك، وتلقى المقال اطول من برهان. بيتكلم عن شنو؟ بحلل لك في انه والله 21 اكتوبر دي لو طلعت معناتها وافتكر واعتقد وثم هلم جرى وانه هو كذلك ثم له وانا واعتقد وانه في النهايه عليكم الله. بس كان طلعت وما تنبذوا حمدوك، دي نهايه المقال بيقول لك كده. يا اخي من هسه انا بنبذ حمدوك يا اخي، وبنبذك انت وبنبذ المجلس السيادي بتاعكم وحكومه كلها ما انا كيف يعني انت همك كله حمدوك يا اخي حمدوك ده شيلوه لفوه برويزوا خايفين على قدر ده. بتلقى المقال طويل بس عليك الله ما تنبذوا حمدوك بعدين، ما تنبذوا حكومتنا دي. احنا طالعين لشنو؟ طالعين لشنو؟ برويزوا حمدوك بتاعكم ده شيلوه برويزوا شنو؟ ما تنبذوا حمدوك وما تقولوا ما تهتفوا ضده. يهتفوا ضد المجلس السيادي ويهتفوا ضد المجلس العسكري ويهتفوا ضد حمدوك، يهتفوا ضد اي حاجه كعبه في البلد دي، يهتفوا ضد الغلاء الحاصل ده. ليه ما يهتفوا؟ وليه لما يقول لك الناس متضايقين تقول يا اخوانا اصبروا؟ الجوع ولا الكيسان؟ لا الجوع ولا الكيسان، ده واحد من شعاراتنا، ده واحد من شعاراتنا. تسقط لما تظبط، ما تسقط بس، تسقط لما تظبط، تسقط لما تمشي عديل دغري كده، تسقط لما مزاج الشعب ده كله يتعدل، تسقط لما الشباب ده كلهم يتكيفوا، تسقط لما تجي حريات وتجي ديمقراطيه ويجي سلام حقيقي وعادل في السودان، تسقط لما نحس بانه الدماء الزكيه الطاهره السالت في الثورات المجيده في السودان دي وجدت ما يستحق من الاكرام، تسقط لحد ما اصغر ثاير سوداني يجي في الشارع ويقول شهدانا ما ماتوا وحقهم ما راح ساي، تسقط لحد ما شهيد تزغرد 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 مش وجعتها تبرد، تسقط لما البلد دي يجي هذا الشهداء يجيفر يزغرتها يقول والله اولادنا ما ماتوا ساي. ده حدود السقوط بتاعنا، السقوط الممكن تزغرد لهم هذا الشهداء، السقوط الممكن الزور الاخوه مات ودفنوا وجعته لسه ما بردت يكون فرحان، مش يكون راضيان، يكون فرحان، يكون راضيان، يكون مبسوط، يكون حاسس انه والله دم الاخوان ده ما راح ساي. اي زول عنده حد للسقوط اقل من ده ما يطلع، ما يطلع، هنفقد ناس ساي، حيضربوا لنا الناس ساي. واي زول دار يطلع عشان يرجع ما يطلع، اي زول طالع عشان بس يطلق كرعين ويشتاق للبومبان. انا متاكد في ناس كتار خرمانين للبومبان وفي ناس خرمانين للمواكب دي في الله بس كده ساي يشتاقوا لهم لموكب. ما تطلعوا، ما تطلعوا. اي عابد صنم يعبد الصنم، لما يقع لما يسقط لما يمشي زي ما مشى البشير وحوله كان في آلاف الراقصين والراقصات والقونات والفنانين كلهم كانوا ورا البشير، آلاف الناس ملايين الناس كانوا ورا البشير. شنو الحرية والتغيير يعني؟ شنو البرهان يعني؟ شنو حميدتي يعني؟ شنو الحكومة دي كلها كده مجتمع شنو يعني؟ كلها كده مجتمع بالمناسبة ما عدا الخمسة الجايين اللوتري كانت عبارة عن حرس البشير السقط كلهم اللجنة الأمنية حقته. الحكومه الاسي قاعده دي اللجنه الامنيه حقت البشير، لجنه اثنين كمان ما لجنه واحد. انتوا سقطتوا الكيزان وسقطتوا اللجنه الف، جات اللجنه بقى وللاسف الشديد قلنا ما حتسقط حتقعدوا وحتحصل وحيحصل وحيحصل وحصل. دوك السقوط الان كلها لما تستعدل، لما تستعدل تمشي دغري تسقط، لما تظبط. وحاجه ثانيه خلنا ما الجوع ولا الكيزان، ما الجوع ولا الكيزان، لا الجوع ولا الكيزان. نحن بشر، الشعب السوداني آن له
وحق له انه يعيش حياه كريمه، ليه مستكثرين عليه؟ انا مصير على السؤال ده وحيتكرر الليله وبكره وفي اكتوبر وبعد اكتوبر لما تظبط. ليه نتخطى بين كابوسين الكيزان والجوع؟ ليه يخطوك؟ ليه يمرروا عليك شعار زي ده؟ ليه يمرروا عليك شعار يخلوك بدون ما تحس تقول الجوع وتقدم الجوع على الكيزان؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما قادر تاكل وما قادر تجيب في صف البنزين وما عندك حيل وعينك طالع وبعد ده يقول لك الجوع ولا الكيزان؟ يا اخوانا لا الجوع ولا الكيزان، والله اي زول يقول الجوع ولا الكيزان هو يا دوب يتنازل عن الانسانيه بتاعته. يا اخي دي غريزه، ما تقول لي نحن بانسانيتنا والاكل وعدم الاكل. يا اخوي هوي الانسان ده لو ما اكل ذاته ما بيعمل اي شيء، ثوره ما بيعمل شغل، ما بيعمل اي حاجه. شفت الاكل ده ربنا قال الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، في توصيف الله سبحانه وتعالى استحقاقا للعباده والتعبد اللي هو بيستحقها من غير دي وبيدي. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الطعام ده حاجه مهمه جدا يا اخوي، الطعام ده مهم بالدارجه كده. الطقه دي يعني دي مهمه، شفتها للجوع ولا الكيزان. الشعب السوداني ياكل ويتعالج ويلقى مدارس. وبالمناسبه حقت المدارس دي شوفوا، هو ده فات الاوان يا حمدوك وفات الاوان يا الساده الوزراء. لكن اصلاح حال التعليم، معلش كلامي ده ممكن يختلفوا معاه ناس كتار، لكن يا اخواننا محاربه المدارس الخاصه، انا والله ما عندي اولاد ولا عندي زول بيقرا في مدرسه خاصه. انا شخصيا عندي اولاد اختي وحدين بيقروا في مدرسه قريبه كده للبيت، اظنها خاصه واحده بس، الباقي الحكومي. تمام، مدرسه في الحله، يعني هناك مدارس الحله الخاصه اللي بتعرفوها ديك. لكن يا الساده حكومه قحط، الشغل الاسم دورين اليومين دي لزالت التمكين، تشميع المدارس وتكفير المدارس. ومدارس بالمناسبه ما اي مدرسه خاصه كعبه، في مدارس خاصه لها تاريخها وطلعت ناس ومدارس نموذجيه حقيقيه في المدارس الخاصه. فالعبره الحقيقيه انت كوزير للتربيه والتعليم وانت كرئيس للوزراء وانت كحكومه قحط وانت كحكومه السودان، مهمتك ما انك تحارب التعليم الخاص، مهمتك الحقيقيه انك تأهل التعليم الحكومي. الناس هجرت التعليم الحكومي ليه؟ عندها قروش محرقه روحها. يعني الزول انت بتتخيل اللي بيمشي بيقرا في مدرسه ب 70 مليون ولا 90 مليون، وهناك بيدرسوا نفس الاستاذ ذاته. هنا اللي بيدرس في المدرسه دي بدون نفس، لانه ما عنده حق بدل وجبه، ما عنده بدل ترحيل، وما عنده بيشتغل هنا بدون نفس. نفس الاستاذ ده مش بيشتغل هناك، نسبه نجاح الطلاب 100%. في مشكله في الاستاذ، فيك انت، في الاداره، في المتابعه، في غيره. محاربه المدارس الخاصه ليست حلا للتعليم، ومحاربة الجامعات الخاصة ليست حلا للتعليم، إنما تأهيل التعليم الحكومي، والذي كان انهياره سببا في هجرة الناس وأولياء الأمور للتعليم الخاص. إعادة تأهيل التعليم الحكومي، إعادة تأهيل الجامعات الحكومية، رفع مستوى التعليم في الجامعات الحكومية، رفع مستوى التحصيل الأكاديمي في الجامعات الحكومية عشان تقدر تنافس بعد ذاك بطلابك ديل. انت عارف انه لما كنا في التصنيف في جامعات خاصه كانت متقدمه على الجامعات الحكوميه، ده قبل ما نطلع من التصنيف بتاع الفيفا الاكاديميه العالميه. انا ما عارف اسمها شنو المنظمه اللي بتصنف، لكن قبل لما كنا خاشين في التصنيف كنا خاشين ببعض الجامعات الخاصه. فيا اخواننا ما حل حكايه انه تحارب بس الخاص. يا اخي في زول الله اداه قروش داري يقري اولاده الخاص، خليه. لكن انا المسكين ده خليه. هاي انت قفلت المدرسه دي، انت فرضت على الزول اللي عنده قروش ده يمشي يقرا، خلاص ده كلام كويس على حد هنا كويس. لكن هذا الزول المسكين اللي اصلا قاعد في مدرسه منهاره منتهيه ما قدر يتحول المدرسه الخاصه دي، الغنيان قدر يتحول. يا اخوانا الحل ما انك تكره الزول اللي عنده قروش اللي بيقرا في المدرسه الخاصه، دي عقليه متخلفه، دي عقليه بتاعت زول ما مش ناشط كده، وتقول ما نشطاء سياسيين. ده جايين بعقليه بتاعت حقد كده طبقي متاصل، جايين بمرض نفسي، بيعانوا من طفوله ما حلوه. انا ما بقول متشرده لكن ما حلوه، فيها حاجات كثيره ما حلوه، من كسره العين الشايفه فيهم من زولهم الفوق لناسهم التحت. كسره عينهم دي كسره ناس عاشوا طفوله كده ما ظريفه تقريبا كده. المهم الحقد بتاعك على المدارس الخاصه ده ما بحل مشكله الطالب المسكين اللي قاعد تحت حيطه، ولا ما عنده كتاب مدرسي، ولا بعاني من مشكله حقت اجلاس ولا غيره. اهلوا التعليم الحكومي، ركزوا مع التعليم الحكومي، انتهينا. ده الحل للتعليم. ادي شفت زي كلام الشهداء الزمان، انتوا اشتغلوا شغلكم، نحن بنشتغل
شغلنا هنا. انت مفترض تشتغل شغلك انت تجاه الطلاب التابعين لك انت في الحكومه، التعليم الحكومي، طلاب المدارس الحكوميه والجامعات الحكوميه، دي مسؤوليتك. عملت لهم شنو؟ ده السؤال المهم. ختاما، 21 اكتوبر تسقط لما تظبط. واتكلمنا عن الظبطه كيف ذاته، ما دارين نعيدها، ما دارين نعيدها. اثنين، لا الجوع، اتذكروا الكلام ده كويس يا اخوانا، لا الجوع ولا الكيزان، لا الجوع ولا الكيزان. في موضوع مهم جدا جدا، شمال السودان. قلت لك الناس ما خلوا شبر، خليها، خلي الفوق الوجع في مروي، خليه تعال تحت حبه، واللي هو امشي فوق حبه بنقله. البرقيق، انتوا عارفين في اعتصام في البرقيق ليه اكثر من شهر؟ انا الكلام ده معلش قاعد انساه، عيب شيء في حقي والله انساه، لكن الحكومه ما جايبه الخبر كله يا اخوانا. يا اخي اعتصام له شهر، مطالب بسيطة جدا، أي زول يعني سبحان الله صحيح، أي زول برده قدر قروشه. يا أخي الناس مطالبهم ذاتها بسيطة وحبة وصغيرة وداخلية جوا الولاية دي، وما حاجة صعبة شديد يعني. الوالي قلنا ما شاء الله وجاية داخلة بالتقيل ومكفكفة كرعينة ويدينا وخشة في معارك كلامية ومعارك إعلامية ومعارك سياسية، الله ما فتح عليها شهر كامل، شهر كامل ما مشت عليهم ولا عبرتهم واحدة من مطالبهم. قالوا يا أخي بس الوالدة دي تجينا هنا عندنا مطالب نديها لها بس، لحد الليلة ما مشت لهم. ودي بعد كم مشت بعد ده حيحصل شنو ما معروف. نحن بنخلي طرفنا ومسؤوليتنا بعدين. مشيتكم لو مشيتوا ما مسؤولين من اللي بيحصل شو، لأنه الناس زي شهر في البرقيق، شهر اعتصام، شهر كامل أو أكثر من شهر معتصمين لحبة مطالب، ولا قالوا تسقط ولا عارفوا لك لا هايدي بيه وين. ناس بسيطين مساكين مزارعين بتاع قمح وغيره، ما عندهم لك شغله مع السياسه الخارجيه بتاعتك والعواز اللي انت بتسوي فيها دي وشغل ما شغالين بالموضوع ده. عندهم قضايا محليه اساسيه في بلدهم، عندهم اعتصام قاعدين لهم شهر. نحن 21 اكتوبر دي واحده منها دعم الاعتصامات اللي قاعده في ولايات لحد الليله ما حلوا لهم مشاكلهم دي. تيجي تتحلى بعد ذاك، ما تحلوا انتوا، تتحلوا انتوا بعد ذاك، ما تحلوا اي مشكله ثانيه بعد ذاك. عليه بس رجاء، انا عندي رجاء من الحكومه الانتقاليه واتمنى انه يجد اذن صاغيه. المشاكل الهسي قاعده دي خلوها، لكن عليكم الله ما تعقدوا مشاكل ثانيه. كفايه عزتوا هسي ولا خبطتوا هسي في الفتره اللي فاتت دي. الله يقدر الشعب السوداني عليه، والله يقدر اللي بيجي بعدكم عليه حله. تمام؟ عليكم الله، احنا ما بنقول لكم حلوا مشكله، انا بقول لكم عليكم الله يا اخي ما تعقدوا حاجه ثانيه، ما تربطوا لنا اي شيء، خلوها كده بس. شفت الشافع اللي بيقعد يهبش ده وتقول لي الله والنبي الله عليك الله خليها كده بس. دي الحكومه دي انا الله يحمده اقدر يتكلم بقيت بشيل هم يعني. بجد الواحد بقى الحكومه دي باي شيء داري بشوف تقول لهم زي الشافع شفت ما يتعلم المشي الليله وشايل له كميه بتاعت كوابي بتاعت قزاز كده ماشي بها. دي الحكومه شايله لها مسؤوليات وما عارف مشاكل ودوله ما قادره عليها وما فاهمه، وهي زي الشافع ده ما يا دوب يتعلموا المشي. كلهم الناس يتعلموا المشي في 6 ابريل، كلهم يتعلموا المشي في 6 ابريل. والله الواحد بس انا بقيت بعين لهم زي شفاعة شايل لهم قزاز وحامين به، والله النبي لا عليك الله بابا، لانه اي حركته خطوه الجايه هو ذاته ما عارفها. بتعرفوا الشافع اللي بيتعلم المشي يمشي كيف، بس تضمن خطواته، تضمن بيعمل شنو. بس الناس اللي بيقولوا كده خطواتهم قراراتهم شغلهم كله بالمناسبه كله قراراتهم كلها بس كده يعني. لا معقوله كده طبزه في طبزه طبزه في طبزه طبزه طبزوا عليك كلها وقعدوا. في رساله بقرا فيها من قبل واحد من الشباب. لا دي بالمناسبه دايره لايف برا. يا سلام يا اخ، عفوا معلش انا قاعد اقرا التعليقات لكن ما قاعد اركز فيها عشان ما اطش من الكلام الاساسي. لكن احمد بابكر انا متاسف جدا، احمد بابكر شكله من البرقيق لانه اتكلم عن اعتصامهم بلغه اعتصامنا، قال 45 يوم. عفوا احمد بابكر، عفوا كل الناس المعتصمين في البرقيق، اعتذر جدا. الاعتصام له 45 يوم يا اخوانا، قلت اكثر من شهر ودي كلمه فضفاضه تحتمل 31 35 40. الاعتصام له 45 يوم في ولايه الشماليه. الوالي بتاع الشماليه لحد الليله ما قالت لهم الحاصل شنو اللي انتم مشكلتكم شنو عشان تجي تحلها بعدك. مش ما حلت مشكله، ما في زول مشى لهم، ديل الناس ديل البشر ديل اللي انت والي عليهم، ديل اللي انت مسؤول منهم، ديل اللي طلعت عشانهم الثوره. ده الهامش بالمناسبه، عشان كده امس في اللايف بتاع امبارح قلت لكم خلنا الهامش ما جغرافي،
اخوانكم في البرقيق ده وين؟ في الشماليه، الشماليه في الاتفاقيه حقت الجنوب قال والله يا اخي ناخذ الشمال مثال. لا لا ما تاخذ الشمال مثال، والله ده كلام زول ما شاف الشمال ذاته. الزول اللي بيجي بيقول لك دارنا نطور السودان، انا مشيت السودان ده كله الحمد لله مشيته، كله مشيته. السودان الحالي ده بالذات يعني السودان الهسي ده من حده لحد الحدود الليبيه تشاديه المصريه، الحدود الليبيه المشتركه، كله السودان ده الا كده مناطق جبال البحر الاحمر الفوق دي كده الزول ما مشاها، لكن اي حته في البلد دي مشينا. الشمال والشرق هامش اكثر من دارفور. النخبه الحاكمه ما قاعد تمثل الشمال يا اخوانا، ما قاعد تمثل الشماليين، بتمثل روحها، بتجي تغنى هي بيجرقوا بينهبوا باسم الشعب السوداني، يتحاكموا هم، لكن ما نتحاكم نحن كاولاد بلد في بعضنا، شماليين مع الغرب مع الشرق مع غيره. وتلقى لك واحده من نشطاء الحريه والتغيير، انا ما بقدر اذكر اسمها، لكن زوله معروف في الحزب الشيوعي السوداني، كاتبه لها تعليق منشور لافف بيتكلم على بني عامر بطريقه عفنه وسخه قرف، ممكن تزيد الازمه وتزيد الطين وتزيد الفتنه في شرق السودان. دي زوله من الحكومه اللي قاعده هسه دي عضو في الحزب الشيوعي السوداني، واقسم بالله كاتبه كلام وكاتبه بالاسم، يعني ذاكره اسم القبيله بالاسم وكاتبه كلام والله ما يتبلع لزول مهما كان متعود على انه يبلع العفن ويسكت، يبلع الوسخ ويسكت، يبلع الظلم ويسكت، ما يبلع كلام زي ده. انا ما اتخيل تاني ممكن زول في شرق السودان ده من اوله لاخره يمشي يقول انا شيوعي ولا انا حريه وتغيير، ما ممكن تاني في شرق السودان كله. بالمناسبه شرق كله الان خسرته. انت عارف تعليق واحد زي ده لف الناس كله، لف السودان كله، لف السودان كله. الناس دار ترتغي النسيج الاجتماعي. انا كاسي كلامي بعيده لاهلنا في الشرق كلهم بالمناسبه دي، كل الشرق موضوع الشمال يا اخواننا كل السودان ده هامش. النخبه اللي بتحكم قاعد تسري في نفسها وقاعد تغنى وقاعد تسري وقاعد تعمل وقاعد تنهب وقاعد تقتل، لكن ما قاعد تخدم الحته الجايه منها. فالشمال بالمناسبه شمال السودان هامش زيه زي غرب السودان، ويمكن يكون اسوء. شرق السودان هامش أسوأ من غرب السودان وأسوأ من شمال السودان. شفت شرق السودان؟ والله أنا مشيت قبل 2002 دي، طلعت من كسلة دي كده مشيت لهداليا، نزلنا كده من الزلط مشينا حتة اسمها كلكم بتكونوا سمعتوا بها، لكن أنا فعليا بقول حتة اسمها مشكورة. اقسم بالله الناس اللي عايشين ما بعد تنزل من الزلط بتاع بورسودان كسلة من هداليا دي، تنزل تمشي كده على الخور وانت ماشي على هامش كوريب، الناس اللي بتلاقيهم سايف الخلا داك راكبين الابل ماشيين كده وبتاع، يعني بتحس بانه ديل معقول الرئيس السوداني اللي قاعد في الوقت داك عمر البشير، والرئيس الاسي اللي قاعد برهان، والوزير رئيس الوزراء اللي قاعد، كل الناس اللي قاعدين معقول عارفين انه في انسان عايش في السودان ده بيغادر الزلط بتاع كسلا بور السودان ده. في ناس عارفين انه في ناس عايشين هناك، عارفين وضعهم وواقعهم، عارفين انهم بياكلوا كيف، بيشربوا كيف، بيتعالجوا كيف، بيموتوا من شنو الامراض اللي قاعد تجيهم نهايه الخريف، شنو عدم التعليم المحتاجين له، الذهب اللي بيتنهب من بلدهم، مليارات الدولارات اللي قاعد تطلع من شرق السودان. وانسان شرق السودان لحد الليله لا صحه لا تعليم لا مويه، ابسط مقومات الحياه ما عنده. بير واحده حق الذهب من الشركات العالميه اللي قاعد تشفط في خيرات شرق السودان دي، بير واحده بس بتاع الذهب لو وجهوها لشرق السودان تسقيهم وتاكلهم وتشربهم وتعالجهم، خليك من المينا بتاع شرق السودان. شرق السودان مفترض يكون اغنى مقاطعه في افريقيا. كلام ده لكل الحكومات، ما للحكومه السجمان اللي قاعده بس دي. شرق السودان افقر منطقه في افريقيا كلها يكاد يكون شرق السودان. الشرق ما بور السودان برا يا اخواننا، الشرق ما كسلا، الشرق ما المدن الكبيره، الشرق ده في قرى والله اسماء والي الشمال، والي الشرق ده والي البحر الاحمر ما يكون بيعرفها، والي الجيل بتاعهم ده والله اولادهم ما يكونوا بيعرفوها، ناهيك من يكونوا عارفين ظروفهم وحالهم عايشين كيف. القضارف القريبه دي والله قرى القضارف دي في الخريف قاعد تعاني معاناه. وده الانسان المنتج، انا بتكلم عن الانسان المنتج، ده المنتج ذهب وده المنتج ذره، منتج سمسم. اكثر المناطق انتاجا في السودان القضارف، اقل المناطق خدمات في السودان القضارف. بالنسبه اللي بتقدم ما تعال للمدينه، بتكلم عن القرى. انا مرقت مره في خريف بتذكر 2006، طلعت من القضارف دي ماشي شاشينا والمطره دقت بعد ما طلعنا من القضارف. انا عرفت كتاب، امنت بالله رب العالمين ذاته. الناس دي قاعد عشان تشرب لبن ساي في القضارف دي بيجيهم فيه كيف من الخريف. انت بتشوف حاجه كده غريبه جدا جدا، بس لبن عشان يشربوا لبن ناس القضارف. بيعاني الانسان المنتج للحليب اللي قاعد في المزرعه البر الفخاره ده، بيشوف كلام. اسالوا اهل القضارف ان كنتم لا تعلمون في الخريف تحديدا ظروفهم قاعد تكون عامله كيف، ومستشفاهم قاعد يكون عامل كيف في الخريف.
الانسان المنتج في شرق السودان، في الشرق كله، من القضارف لحد بور السودان، من السمسم لحد الذهب، لحد المينا، لحد المينا بتاع بور السودان. خلنا الهامش في السودان ما جغرافي، والهامش في السودان ما عرقي، ما عرقي. الهامش عقليه في السودان. الهامش في تهميش بيحصل من النخبه السياسيه، وحصل لكم في الثوره دي تهميش لمطالب الثوره ولاسر الشهداء ولغيره. الثوره دي لو رسمتوا خريطه واحد فيكم قاعد واجعاه الثوره دي فعلا واجعاه، اللي خسر 5 دقائق، اللي خسر 5 دقائق ويقعد في الوضع دي ويرسم خريطه الثوره السودانيه، ويبداها من اول يوم الشعارات الهتافات اللي حصل لحد ما جات الاحزاب السياسيه دي، ويشوف بعد ذاك كميه الاستغفال والاستحمار اللي حصل للثوار، ويشوف بعد ذاك كميه الحاجات اللي سقطت من مخيله الناس من حقوقهم تجاه الثوره ذاتها وتجاه الناس اللي اداروا دفه الثوره، المطالب حقتهم، دمائهم، احلام الشهداء اللي ماتوا، احلام اسرهم. يا اخوانا الناس دي كلهم كده ارسم الخريطه وعاين لديل. شوف كميه التهميش اللي حصل لاصحاب الحق الاصيل اسر الشهداء، شوف كميه التهميش اللي حصل لاصحاب الحق الاصيل الثوار ومطالبهم واحلامهم، والشباب ومطالبهم واحلامهم. ده التهميش ذاته، ده الهامش داخل الثوره. المهمشين حقيقة هم الناس اللي قاموا بالثورة حقيقة، الشباب اللي كانوا بترسوا وسقطوا وعملوا وسووا ديل هم الناس اللي ضربوا بهم عرض الحائط. كذلك فوق في السلطة وانت ماشي. الهامش بالمناسبة عقلية قاعدة جوا، عقلية الأحزاب السياسية هي اللي قاعد تهمش وتمارس التهميش. البلد دي كلها هامش. أهلنا في دارفور قبل ما تقولوا أي كلام يزعل أهلكم في الشمال، عليكم الله أسألوا أهلكم من الغرب اللي عاشوا في الشمال، عليكم الله أسألوهم عن واقع الشمال. والفي غرب السودان الزار له قريه في شرق السودان، عليكم الله اللي يوري الناس الحاصل شنو في شرق السودان يا اخواننا، عشان يعرفوا الواقع. في زول بيتكلم عن الشرق وعن الشمال وهو ما شافهم، ما شاف كميه الوجع والمعاناه والظلم بتاع انسان الشرق. لا تعليم ولا صحه ولا مويه. والله ناس الشرق دي اقسم بالله العظيم كميه المعاناه اللي بيعانيها انسان الشرق ما في زول بيتخيل، ما في زول بيتخيل. قرى كثيره جدا لحد الليله البير اللي بيكون عمقها 100 راجل، طبعا ما بيقيسوا بالمتر، بدلوا حتى ما في كرجاكه، خليك من مضخه وكهرباء وطرمبه ما في. لحد الليله الدلو بتاع المويه بيجروا جرده اقسم بالله شغال في حتات كثير جدا في شرق السودان. والمويه الجوفيه هناك بعيده ما قريبه، ما قريبه. يعني انت عارف الزول اللي بيجيب له دلو بتاع مويه ده ممكن تديه يوميه عادي. يا اخوانا انا ما بحمل الحكومه اللي قاعده هسه دي مسؤوليه الفشل ده كله، لكن انا بحملها فشلها في انها ما مشت ولا خطوه لقدام. يعني هي لقت واقع كعبته زياده، عملته ما كان تقعيب، عملته اس 95 ما كعبته ساي، دي كعبته مكعب اس مكعب. انا ما بعرف في الرياضات كثير، لكن المهم كعبته بقى كعب شديد ما بيتفك بسهوله ثاني ذاته. فهي لو كان بس حافظت عليه خلقت توازن كان انجاز، لكن لا خلقت توازن، لا خلقت نهضة، لا بدت في خطوات نهضة حقيقية، لا وضعت خطة، لا أعلنت خطة، لا عملت أي شيء. قاعدة زي كده بس قاعدة بس. هريت لو ما قاعد، هريت لو البلد دي قاعدة بدون حكومة، البلد دي قاعدة 4 شهور بدون حكومة، الدولار ما زاد ولا جنيه. البلد دي يعني أزمتها في الحكومة، أزمة والله أزمتنا الحكومة دي بس تمشي كلها كده بس. الله بقينا زي زمن الكيسان، الله يخارجنا بس، لانه قاعدين بدون حكومه. لما العساكر مشغولين مع المدنيين في التفاوض وغيره، والبلد دي ما فيها حكومه لو قداك حارسها الله ساي. البلد دي يعني الحمد لله رب العالمين، احنا والله نحمد الله سبحانه وتعالى على اي خير في السودان، لانه فعليا لو في زول قاعد في الوطن دي خط الرحمن في قلبه يتذكر ايام القياده من شهر 4 لشهر 8 التفاوض شغال 4 شهور ما في حكومه مشكله، البلد ماشيه الكده تذكروا الايام دي. وبعد ذاك مين مسكت الحكومه دي؟ الحته دي فيها كلام كثير. اي زول شفتوا الفتل والكلام والمقالات والكتابات والكتاب والشعراء والمنشدين والطبالين وكسارين الثلج وشله المزرعه وشله يخسي وشله الحراره، كل الشلل بتاعتهم دي قاعد تعزف على الوتر ده بس، انه والله من الحكومه دي مسكت الامور بقت كعبه. ليه؟ لانه في عراقيل، في محاربات، في غيره في غيره. يا اخي يا عزيزي الفاضل يا حكومتنا السجمانه، اذا في عراقيل انت ما قادر تتخطاها في سنه انت زول فاشل. اذا في عراقيل بيعملوا لك الناس زي الكلام ده كل يوم بقول لكم، اذا في عراقيل فعلا قاعد تطوضع لكم انتم كسياسيين. يا اخي السياسي ده كده يا اخوانا، تعريف السياسي ده تعريف جديد للسياسي. السياسي ده زي الزول بيحرك الحاجات يعني بخواطره كده، ده السياسي. معلش اشرحها للاحزاب تاني، اشرحها بالراحه. السياسي واحده من صفاته، السياسي الناجح مفترض يكون
يعني بالذات رجل الدوله ما اللي بيتكلم زينا، ما اللي قاعد في المعارضه زينا، زول في الحكومه ادارته للاشياء، ما بالبوستات الكثيره يا عبد الله حمدوك، ولا بالمصارعه يا مدن عباس، ولا بالرشاقه يا هبه. السياسي ده تعامله مع القرارات، وتعامله مع العواصف الجايه، وتعامله مع العراقيل اللي بتحصل له، كما الزول اللي بيحرك الحاجات بخواطره مش بالريموت، بخواطره، والريموت هنا مخك ده. كده اي معركه السياسي مفترض ينتصر فيها بدون خسائر، بدون دم، بدون طلقه، بدون رصاص، بدون عنف لفظي ذاته. طالما في معركه بتاعت عراقيل ورونا كده ذاته المعركه دي انتوا قدرتوها كيف. يعني ما تجي للولاد الصغار ده تقول لهم والله يا اخي في عراقيل، ما مشكله، تعال لي ورينا العراقيل دي شنو قاعد يسوي لك شنو. انا ممكن اوريك نوع من العراقيل، معانا اولاد صغار، معانا اسر، خليها، لكن كده بيسووا لك شنو في العراقيل دي، ورينا ليه عشان نشوف ذاته انت قاعد تعمل شنو عشان تتجاوز العقبات دي. لكن ما تيجي بس تقول للناس والله بيخط لنا عراقيل، نوع شنو؟ خدتها منو؟ وراه منو؟ وانت ليه خدت لك عراقيل؟ اسال نفسك، هل انت الزول خلاص خطرين انتوا يعني؟ هل خلاص انتوا واقفين ضد مخططات؟ ما هو الزول بيعرقلوا له ده زول عنده خطته وحاجاته المتعارضه مع الزول اللي بيعرقل له. سؤال قحط كلها بجداده بحمامه بسواسيه كلها. هل انتوا حكومتكم دي الحكومه النجيضه الممكن تكون حريصه على مصلحه السودان لدرجه انه مصالحه بدات تتعارض مع مصالح ناس تانيين، يقوموا يحفروا لك الحفر في السياسه ما بيحصل الا يكون في تعارض مصالح. اكتبوا الكلام ده ناس الحريه والتغيير، الجدال بتاع قحط، اكتبوا الكلام ده. ما في حفر بيتم في السياسه الا يكون في تعارض بتاع مصالح. دارين نعرف الحكومه دي مصالحها تعارضت مع منو، جابت لنا شنو، هي عملت شنو، هي قحت ذاته عشان يفسروا قحتها دي، عملت شنو، هي صامه خشومه. هي الحكومه دي ما عارف، دارين دكتور يكشف على حيه ولا ميته، الحكومه دي ذاتها ما لا ما عارفينها. لكن ما تقول لي في عراقيل يا اخوانا في السياسه، وضعوا لك عراقيل، انت زول جادع جدا جدا وانت شغال وانت حتنجح وانت ناجح في السياسه لو في عراقيل وفي مطبات وفي حفر وفي كده، في سياسه، في شغل. ده جو السياسه، دي السياسه، دي السياسه. انا اكون مبسوط لو كان في حفر يا اخوانا، لو كان في عراقيل انت عارف بيراقبوك في الميدان بتاع الكوره ده، بيراقبوك 200 لما تكون خطر، لما تكون لعاب، حتى تكون زول راكوبه زي انتوا راكوبه قاعده في الخريف، يعني محسسيني انكم خلاص كده، يعني انتوا كريستيانو رونالدو بتاع السياسه. لا لا، انتوا خلاص، انتوا ميسي بتاع الدول كلها كده. لما بيعرقلوا لكم وبيحفروا لكم وفي متاريس وفي شنو، يا اخي انتوا حكومه قاعده بيض صايغ، انتوا ما عندكم اي حاجه. تسقط لما تظبط، تسقط لما تظبط، انتوا ما عاملين حاجه. يعني وريني انت عامل شنو يا اخوانا. شفت الناس اللعب، والله السياسه دي احيي انا بس الحمد لله رب العالمين، عديل كده احيي شديد من جوا القلب، المحروق شديد على الثوره اللي قاعد تضيع كل يوم دي، وعلى الحكومه اللي قاعد تضيع في الفرص تضيع فيها كل يوم دي. احيي جدا وشديد بالمناسبه، ومن قلبنا جوا، لانه في وجع كثير حاصل، لانه شايفين الكوره شغاله وناسنا مغلوبين 13-0 وبضيعوا في الاجوان وخصتها والحارس ما في وما قادرين يجيبوا جون. يا اخي ده ذكرني في مباراه كده، والله العظيم انا حضرت اللقطه دي قبل فتره كده وضحكت ضحك براي كده. فالناس في شنو شايفيني بحضر في لقطه بتاعت كوره نسائيه، بس كده يعني جاتني في اللحظه دي انه دي حكومه حمدوك دي، بس هي ذاتها فريق بتاع كوره نسائيه كده، ما بتذكر هو ذاته فريق. المهاجمه فريق بتاع كوره نسائيه زي اللي عملته ولا البوش وتاني ما شفنا له اثر ده. المهاجمه جرت الحارس، جاريات وراها 3 من الفريق بتاعها، الجناح اليمين والجناح الشمال واظن الارتكاز، ال3 جاريات ورا الزوله دي، وهي خلاص اصلا جرت الحارس. واحده منهم قشت زميلتها، اتعترت وقعت في المهاجم الشايط الكوره هي والجون فاضي. واحده من ديل اتعترت في المهاجم رمته ووقعت هي، وجات ديك اشتغلت بفوق لهم والكوره طلعت اوت. انتم متخيلين المشهد؟ مباراه بتاعت منتخبين، شفتوا السوار جروا الحارس، السوار جروا الحارس وهم والجون. بالله الذي اتشالك تجمع المهنيين ده شنقل السوار، والسوار خلاص خليه يجيب الجون، هو ما مشكله، ما مشكله، ما احنا بس دارين نجيب جون في الكيزان ده، خلوه عشان يجيب الجون هو ذاته. قام تجمع المهنيين وقع في الاحزاب، وقعوا ال3 فوق بعض والكوره طلعت اوت. بالضبط دي حكومه الحريه التغيير حقتكم دي. المقطع ده لو خشيتوا الفيس بتلقوه من المواقف الرياضيه المحرجه، يعني كانت محرجه بتاع والله كوره ما بتضيع. ده سويته قحط دي
مش في كور ما بتضيع، كله ما بتضيع وتضيع، بس سويت قحط دي ما بتضيع. قحط دي ادينا الكوره هي والجون فاضي، لكن عشان هي داير تجي هداف الدوري. مش في لعيبه الواحد بيكون هو الجون بيقوم بباصي لزميله الثاني عشان داير يجيبه هداف الدوري. لكن يا حبيبي الفاضل اللاعب بيجيبه هداف الدوري 200، بيجيبه هداف الدوري بعد الفريق يضمن الدوري، بيبقى خلاص بعد ده الناس بتهتم بالكاسات الجانبيه. انتوا خليتوا كاس الدوري وماسكين ليه في الكاسات الجانبيه، والبلد كلها اتقبضت قاعده الان في حبس الجوع. ده الخطاب. تتذكر الانجازات في السنه كلها عملنا، قبضوا بابورين بتاعت شنو ما عارف، قبضوا شنو، قبضوا طياره دهب ما معروف مشت وين بس، وقبضوا واطاتين. تاني سووا شنو؟ تاني سووا شنو؟ شوفوا يا شباب حقكم ده بجيبوا اللاستيك. بقى في تقطيع شديد جدا في اللايف، فغالبا شكله حنختم. لكن يا اخوانا حقنا ولا بتجيبوا امريكا، حقنا ولا بتجيبوا الامارات، حقنا ولا بتجيبوا اوروبا، حقنا ولا بتجيبوا لنا العساكر، حقنا بجيبوا اللاستيك بس، حقنا بجيبوا اللاستيك. جداد الحريه والتغيير كان غيرك اشطر، جداد الحريه والتغيير كان غيرك اشفت، الحريه والتغيير كان غيرك اقوى، والمتغطي بقول الحريه والتغيير عريان. واذا في زول داير يطلع في الثوره دي عشان بعد ذاك تجي حكومه عسكريه قابضه، برضه احسن ما يطلع، لانه ده ما حيحصل في السودان وما حنسكت. دي اهم نقطه يا شباب. الناس الدارين يخشوا في النص يهتفوا عسكريه، دي الوحيدين اللي تثبتهم. مدنيه وحتفضل مدنيه، تسقط الحكومه دي لكن ما تسقط المدنيه. يمشي حمدوك، يمشي مدني عباس، يمشي برهان، لكن ما تمشي المدنيه، ما تمشي المدنيه. يمشوا ناس تقعد الاحلام بتاعتنا، يمشوا افراد تقعد المطالب حقتنا. لكن اياك يكون في زول وسوس لك، او زول روحه سايمه وسوس له انه البلد دي تاني حيحكمها زول زي البشير. ما في، لازم يكون في تحدي يا اخواننا. التحدي ده لو ما في الزول ما خدت قدامه ما يطلع في الموكب الجاي. ما خدت التحدي انه والله نحن المرحله الجايه دي مدنيه، وما دار نسقط مدنيتنا، دار نسقط ناس معينين فشلوا في اداره دفه الدوله وفشلوا في اداره اللعبه مع العسكر ومع المجتمع الدولي، يمشوا هم. عداك معركتنا تبقى على المجتمع الدولي مع العساكر مع غيره. دي المعركه الجايه. ما في زول يفتكر انه والله نحن دايرين يسقط حمدوك عشان يجي حميدتي، ولا يسقط حمدوك عشان يجي برهان، ولا يسقط حمدوك عشان يجي ينط علينا فيها الكباش ولا غيره. ديل كلهم محلهم ما هنا، لازم ديل يفهموا، لانه هم الان مراقبين الوضع بشكل جيد. ولما نعرفوا انه ما جاء يوم ممكن يقمعوا الموكب، فنصيحه لوجه الله تعالى: مدير الشرطه ولايه الخرطوم، مدراء الشرطه في الولايات، مدير عام قوات الشرطه، اسمعوا الكلام ده كويس، اسمعوا الكلام ده كويس وخدته هنا. قحتي لما جات ما اهتمت لا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا اهتمت بالحريات العامة، ولا اهتمت بمطالب الثورة، ولا اهتمت بإصلاح هياكل الدولة، ولا اهتمت بإصلاحات الشرطة. اهتمت بأنه تجيب ناس ينفذوا الأجندة بتاعتها بس. اسمعوا الكلام ده كويس يا ناس الشرطة. هوي طال الزمن ولا قصر، بلد دي حتبقى دولة مدنية حرة محترمة. الشغل شو أنا داير أسأل سؤال، وده لايف براو، ده لايف براو غالبا يكون بكرة بالنهار بعد تمام 9 طوالي، بكرة بالنهار بدري بدري من ضوء ما بالليل. هنجيب الشرطة دي كلها عندنا معاها كلام بكرة. اعملوا حسابكم. الناس اللي قاعدين التعليمات شوفوا، نحن والله شفتوا المسرحية اللي حصلت في فضل الاعتصام دي كلها كوم، واللي حصل في فضل الاعتصام كله كوم، نحن عارفينه، تكلمنا عنه طشاش وخليناه لانه وقته بيجي. هو ما في شيء ما معروف في البلد دي. اوعك تبقى ناو لقول حرية التغيير عشان تقعد في كرسيك تدق الثوار. انتوا ده موضوع قلت لك جايكم له براو. اشتغلوا شغلكم هاي، اشتغلوا شغلكم، لكن شغلكم ما انه تفرتقوا المسيرات السلميه. الفرق بيبقى شنو؟ شوفوا اي قمع، اي طلقه، اي بومبان في الموكب من هنا وقدام. شفتوا انا بدعو ثوار اي زول مؤمن كويس، اول حاجه ما تطلع الا انت معاك ناسك، تمام؟ ما تطلع الا وانت في نص ناس بتعرفهم. واي زول شايل تليفون تامنه جدا. دايرين توثيق حقيقي بالمناسبه، الايام دي دايرين توثيق حقيقي لاكتوبر دي، عشان لو في ضبانه جات طايره نعرفها جات من وين.
المره دي مش يقعدوا يفتشوا الزول الفك الطلقه يجيبوه بعد شهر، المره دي لو في زول فك طلقه نعرفه في يوم ويتحاكم لو بعد 100 سنه يتحاكم عشان ما تبقى تاني علينا. لو كانوا تحاكموا محاكمه حقيقيه الناس ضربوا الثوار في ثوره ديسمبر ما كنا تاني حنخاف على الثوار في 21 اكتوبر. عشان كده تتذكروا زمان قلنا القصاص ده يا اخواننا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. اتكلمنا عن القصاص واتكلمنا عن تاثير القصاص واتكلمنا عن انه كيف القصاص بيحفظ حياة الناس، وعن انه اذا انت حاكمت الناس اللي اطلقوا الرصاص والناس اللي ادوا التعليمات للناس يطلقوا الرصاص حاكمتهم محاكمات عاجله وحقيقيه بالشرعيه الثوريه الاولى حقتكم ديك، والله تاني زول تقول تدي تعليمات تقول له فيك تلقى ما فيك تلقى. لكن لانه شايفينكم مرخرخين في المحاكمات عشان كده ممكن يضربوا تاني، لانه انتم ما حريصين بالمناسبه على الحريات العامه. عشان كده دارين الشرطه بشكل هذا، انتم نحن ما دارين شرطه بشكل هذا. الشرطه لو دايره تطلع يوم 21 اكتوبر تحمي قحط تعرف انه هي ذاتها حفرت قبورها بعد ذاك في البلد دي. اي رمه اي طرطور يدي تعليمات لزول يفيك طلقه ولا يفيك بومبان، والله طال الزمن والله قصر حتجي وحتتعرف وحتتحاكم. انا مركز مع الناس اللي بيصدروا القرارات، انا مركز مع العساكر اللي بيفكوا الرصاص، انا مركز مع الناس اللي بيصدروا القرار. عشان كده زمان كنت بقول للثوار العساكر ما عدوكم، عدوكم الزول اللي بيديهم التعليمات والزول اللي ما قاعد يسالهم والفاك يدهم يضربوا الناس ويقتلوا ويأذوا ويعذبوا الناس. الزول الفاك يد الناس ده الزول المفترض يتحاكم، ده الزول المفترض يتحاسب، لكن ما فيهم زول يتحاسب. وين الوالي الزمان وذاته والي كسله وينه الفات، ومدير عام شرطه كسله وينه. لكن تمسك لي 3 4 انفار من الافراد من العساكر اللي بيعذبوا، والضابط بعين، الضابط اللي بعين ده ما اشتراك جنائي، دي اسمها المعاونه في القانون. مش عاجبه الكلام ده وراضي عنه وعنده سلطه على النازل، لو واقف بس بعين، لو قاعد في البيت وعارف انه في تعذيب حاصل وهو ساكت عليه يحاكم مع النازل بالاشتراك الجنائي. شوفوا الموضوع بتاع احمد الخير ده هيجيب كم نفر بالاشتراك الجنائي؟ جبتوا فيه كم نفر من الناس الكبار؟ جبتوا كم نفر من الناس الكبار حاكمتهم؟ شوفوا الناس اللي بدوا التعليمات للناس اللي بتضرب الناس في 20 اكتوبر كان ما خفتوا الله، خافوا من الجاي في البلد دي. اي زول في يده قلم قدته مدنيه من حق الشباب ده يطلعوا الشارع، من حقهم يتظاهروا، من حقهم يقولوا ما داير انكم، دي المدنيه. مش انتم مدنيين؟ مش مدنيين انتم؟ مش حريات؟ مش شعار الثوره حريه؟ من باب الحريه الناس يطلعوا الشارع. فما لا دارين معاكم مشاكل، ما خايفين، احنا ما عارفين الناس ما خايفين منكم، لكن ما دارين نفقد نحن ارواح في البلد دي، ما دارين نتملغ بينا اكثر. والثوار كذلك بالمناسبه ما تبدو الا يبدوهم، ما تفك لك حجر في عربيه في عسكري ولا تنبز ولا تزال، ولا اي عسكري لابس كاكي ولا ما لابس كاكي في البلد دي نهائي. ما تسالوا، ما تسالوا. الاستفزاز ده فيهم ناس بيكونوا دايرينه عشان يوثقوه يصوروه يمشوا يدافعوا عن روحهم، بعدين يقولوا تعرضنا للاستفزاز الشديد المفاجئ. تفيك فيه طوبه يقول حسيت بالخطر، يلقى مسوغات بعد ذاك قانونيه، ما تبدا نهائي. عشان كده قلنا وثقوا وما تبدوا. عساكر ده اللي يسالوكم ما تسالوا، عاينوا فيكم عاينوا فيكم، جيتوا مارين فيهم ما سالوكم ولا تهتفوا ضدهم ولا تنبذوهم ولا تزالوهم ولا ده ولا ده. معركتنا مع العساكر ديل، معركتنا مع الزول ماسك الريموت بتاع العساكر، معركتنا مع الزول بدي التعليمات للعساكر يضربوا، مع المجلس السيادي، مع المجلس العسكري، مع مجلس الوزراء. مشكلتنا مع اي زول عنده سلطه على الوزير بتاع الداخليه والعساكر بتاع الداخليه. وانا عندي مشاكل شخصيه بعد ذاك مع وزاره الداخليه ومع الشرطه ومع مشروع سندس الزراعي. ده مشروع جاي وبراء، ده موضوع براو، ما وقته. لكن ضباط الشرطه الكبار اللي نزلوا مع سقوط النظام وقبل سقوط النظام بايام وهسه نزلوا لنا اسقحت، واخر واحد جابنا اسقحت. ركزوا كويس، انتوا قاعدين معانا في فتيل بالنسبه لقطعه الارض 150 على واحد، 149 على واحد في مشروع سندس الزراعي. الموضوع ده كبير وكبير وخطير وراكبين فيه ناس كتار جدا جدا، وحيطلع بعد ذاك ملفات فساد كبيره كبيره بالنسبه للاراضي الشغال فيها وجدي صالح. الملف ده لو ما حصلك يا وجدي بنشتغلوا برانا، بنشتغلوا برانا. بقيت اصلا عاجبك شغل الاراضي، هاي شو اراضي الخامنة بالالف فدان في قلب الخرطوم، ما فدانين ثلاثه، ما 100 قطعه، اتكلم عن مئات الافدنه في قلب العاصمه.
محلها معروف، ضباط شرطة فلان وفلان سووا الورق، أحمد هارون شال الورق غير فيه، سلمها لازم الشرطة الشعبية، أجرها لحجيها. فساد كبير داخلين فيه ناس من قحط، وداخلين فيه ناس من الأسي دخلوا فيه الحكومة بتاعت قحط الأسي، داخلين في الملف ده. الملف ده بدأ في عهد الإنقاذ ووقف لحد هسي. هنوريكم فضايح وكتاب دايرينها بعد أكتوبر اللي قبل أكتوبر، ورونا بكرة زول من وزارة الداخلية يتصل يورينا إنه الملف بتاع، مش قلتوا مش مجنننا بالجبل دي، الملف ده برضه قريب للجبل كده، على جهة الجبل كده، بيجاي شديد كده من الجبل، وبيغادي شوية كده من الكلاكلة. نفتح الملف ده بتاني يا ناس الشرطة، ضباط الكبار، ناس الشرطة، الملف ده نفتحه تاني، الضباط الكبار، جداد الكبار في الشرطة في الداخلية. وزولكم أحمد هارون الفك لكم الباص قاعد في السجن، يحل لكم الحل بلا. يعني ديل لحقوا تشربكوا في ملفات فساد داخل فيها أحمد هارون، دي خلاها في لايف جاي. انتم متخيلين معاي للدرجة دي؟ عشان كده محاكمة الشيوعية راجلنا يا أخي، والله ناس جابتهم الحكومة دي يتورطوا في ملفات بتاعت فساد بداها أحمد هارون القاعد في السجن. تتخيلوا البلد دي الفساد لحق فيها في سنة واحدة حصل وين؟ في سنة واحدة الناس حصلت مرحلة بتاعت فساد وين؟ والله والله اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. ده حال الشعب السوداني وده حالنا كلنا، اللهم اجرنا في مصيبتنا دي يا اخي. نحن والله ربنا باذن الله تعالى ربنا حيكرم الشعب السوداني ده يوم القيامه اكرام ليس بعده اكرام. لانه يعني الحمد لله رب العالمين نطلع من الاذيه بتاعت الكيزان، نقع في اشد الاذى الذي يفوق اذى الكيزان بمراحل، ونصبر على الأذى من أذى لأذى، ومن كاكي لكاكي، ومن ديكتاتورية لديكتاتورية، ومن حرب قبلية لحرب، من سقوط لسقوط، من جوع لفقر لسيول. يعني نحن الحمد لله رب العالمين بفضل هذه السلطات اللي قاعد تحكم السودان ده، الشعب السوداني بإذن الله تعالى جزء كبير جدا من ذنوبه حتكون مغفورة بالمعاناة اللي قاعد يعانيها بسببكم. انتم مشكورين جدا والله، ان كان في شكر لحمدوك ولا البشير ولا اللي قبله، فالساسه السودانيين صراحه يستحقوا الشكر على كميه الذنوب اللي حتغفر لنا بسببهم يوم القيامه، بسبب المعاناه اللي هم قاعد يعيشونا فيها. الله اعلم يعني باذن الله وعشمنا في الله كبير جدا جدا انه المعاناه دي ربنا بعوضنا خير، بعوضنا خير ان شاء الله سبحانه وتعالى. تسقط لما تظبط لا الجوع ولا الكيزان، تسقط لما تظبط لا الجوع ولا الكيزان. ونافق نافق ونافق ثم نافق، لا يسلم الجسد النحيل من الأذى إن لم تنافق نافق. فماذا في النفاق إذا كذبت وأنت صادق؟ لك مبدأ لا تبتئس، كن ثابتا لكن بمختلف المناطق، واسبق سواك بكل سابقة فإن الحكم محجوز لأرباب السوابق. هذه مقالة خائف متملق، ومقالتي أنا لن أنافق حتى ولو وضعوا بكفي المغارب والمشارق. يا دافنين رؤوسكم مثل النعام تنعموا وتنقلوا بين المبادئ كاللقالق. وضعوا البطولة لي أنا حيث البطولة باطل والحق زاهق. أجري مع الموت السباق وإنني أدري بأن الموت سابق. أجري مع الموت السباق وإنني أدري بأن الموت سابق. فإذا انتهى الشوط الأخير وصفق الجمع المنافق، فإذا انتهى الشوط الأخير وصفق الجمع المنافق، سيظل نعلي عاليا فوق الرؤوس إذا على رأسي على عقد المشانق. يا أخواننا الخلايا ولجان اللساتك، لجان المدارس، خلينا لكم اسم اللجان الثانية، دون ما استفزاز، دون ما تعدي، دون ما تحرش. ما دارين نفقد زول، ما دارين زول ينجرح، ما دارين أي صدام يحصل، ما في زول يجرك لمصادمة. يا هنا احنا ذاتنا لا دارين نخرب، ولا في زول طالع يحرق، ولا في زول طالع يضر ببلده، ولا في زول طالع يضر ببنيات اساسيه، ولا في زول طالع يضارب. طالعين نرفع مطالب سلميه حقيقيه حقتنا، من حق الناس الطالعين انهم يطلعوا وفق الوثيقه الدستوريه. ما دار نتكلم اكثر من كده، من حقك تطلع لانه في وثيقه دستوريه بتحملك حريه المطالبه والتنظيم والتظاهر طالما هو سلمي. شأن الثوره السودانيه السلميه جابت العفن القاعد ذاته. فتستمر سلميه، وده السلميه وتستمر سلميه. الكيزان دارين يطلعوا، الشارع ده مفتوح، لكن
ما بتجيبوا لنا ثاني كاكي يحكمنا، الاحزاب دايره تطلع لكن ثاني ما بتقعدوا تحكمونا. اي زول داير يطلع في الثوره دي اللي يطلع، ما يقول لك ده خطاب كده. نحن نكون عارفين خطوتنا الجايه شنو. خطوتنا الجايه حكومه كفاءات غير حزبيه تستمر في الانتقاليه، ونحمل الانتقاليه وننتقل لمرحله الديمقراطيه. الاحزاب لو دايره تجي بصندوق الانتخابات. نحن كلنا نقعد ندافع عن الحكومه اللي بنجيبها دي لحد ما تعبر بالسودان لفتره الانتقاليه. الحكومه دي حاولنا ندافع، مدتنا سوا ذاته ندافع به. وانا شخصيا واحد من الناس ثاني لا ولا دافعت عنها كثير ما عدا الايام الاولى، بعد ذاك قريت الوضع ورفعت يدي منها. فما انا داري دافع عنها برضه يقعد يدافع ما مشكله، لكن انا شخصيا شايف انها مدتنا اسباب كافيه تخلينا ندافع عنها. المهم تسقط وتجي حكومة كفاءات غير حزبية عشان ما تبقى عندها مصالح دار طراعية وتجيب صاحبي وصاحبك وشلتي وشلة المزرعة وكل الشلل دي تشيلوها ولا بنوديها الخور. مواطن سوداني مكرم نشيل كل الحكومة دي نخدها بالجنبة، تقعد ترتب روحها. يحزب يشوف هو عنده كم بيجيبه بالصندوق يطيبك الانتخابات لو داير تحكم السودان. والناس من هسه بيجي يقول لك البديل فلان والبديل علان وما عارف الدقير ما عارف وليد ما دبو. هذا كلام سابق لاوانه. نتكلم عن البديل في شكل الحكم ونظام الحكم في السودان الجاي شنو حنحميه كيف لحد ما نعبر به لفتره ما بعد الانتقاليه. انا بعايل الفتره دي يا اخوانا. انا قلت في المنصه حقت التجمع في القياده العامه كلمه واحده ونزلتها بعد البريوكي. كلمه واحده لو متذكرين الناس اللي كانوا في القياده العامه في اليوم ذاك، يوم اللي جيت من ماليزيا، اليوم اللي دخل هضربه وخلعه وساحوته في القحاته كلهم من اليوم ذاك بيقوا يحفروا لنا من يوم المطر في المنصه. قلت لكم الناس كلها صابينها للمدنيه، انا صاب بها للدستور، وانا مجنون بالدستور ومهووس بالدستور السوداني الجامد الذي يفصل بين السلطات ويحدد الصلاحيات والحقوق والواجبات. ده انا اللي بعاين له. عشان كده لما اقول المرحله دي حمدوك يمشي يقعد يمشي فلان ما انا بعاين هل ذات حكومه هسه بتاعت الاحزاب دي هل هي ذاتها خطوات الماشيه فيها دي هل هي ماشيه تجاه انتخابات؟ يعني لان احنا ماشيين نحو تحول ديمقراطي؟ لا والله كذابين. احنا ماشيين نحو مخطط اماراتي ما نحو تحول ديمقراطي. عشان نكون واضحين، الناس الخايفين ما قادرين يقولوا الكلام ده احنا بنقوله. ولانه معانا حسابات يصفيها والموت واحد والحياه دي ما في زول بيعيش اكثر من يوم ولا اقل منه بيوم. فالبلد دي ما ماشيه على تحول ديمقراطي، ماشيه على مخطط اماراتي. نحن دايرين تحول ديمقراطي. تمشوا كلكم انتوا هي التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان عشان ما يغشوكم ساي يقول لك تحول وما تحول وانت وكدسك داير تحول ما تدافع عن الحكومه ده عشان تعبر. هو الحكومه دي ما حتعبر، ما حتعبر. الحكومه دي شغاله بمخططات خطوات محدده. الخطوه الاخيره فيها سيسي اخر في السودان، حفتر اخر في السودان. دي نهايه اللعبه الاسي شغاله دي. داير انت خلاها تمشي خلاها تمشي كده. في نهايه الحلقه الاخيره يجي نط فيها. نحن لو طلعنا 21 اكتوبر وسقطت نط فيها عسكري ما راجعين بيوتنا. هي تقعد لما تسقط. قلنا تسقط لما تسقط. ما يفتكر انه لو في اي زول حيطلع يا اخواننا وينطوا فيها العساكر ويسكت. ده خان الثوره السودانيه اكثر من قحط، وده خان الشهداء اكثر من قحط. ما ينطوا فيها. ينطوا فيها ليه؟ احنا ما نبقى بولد المره اللي فاتت يطلع الشارع تنط فيها الاحزاب، المره دي الناس تطلع الشارع ينطوا فيها العساكر. هوي الناس تكون مفتحه وواعيه. نحن مطالبنا دولة مؤسسات مفصولة السلطات محمية الدستور، دي بتحاكم أي زول. نحن عايزين سلطة تنفيذية تخضع للسلطة القضائية. المطالب دي يا أخواننا والله بعد مليون سنة ما جات. لا بنتقدم لا بنتطور لا بكون في محاسبة لا في شفافية لا في نهضة اقتصادية لا سياسية ولا أي حاجة. تخضع السلطة التنفيذية لقضاء إداري نزيه عادل مستقل. ما سلطة إدارية مفكوكة سايد مطلوقة شفتوا زي العايرة والضاصوت دي والله ما بتعبر ولا بتتقدم البلد دي. حكومة البلد كلها مش الحكومة بس عايرة والضاصوت. الناس ما بعرفوا العايرة ولا بعرفوا الصوت.